ومساء الخير خوتنا الجزائريين. حبيت ندير لكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الفرق بين المنتخب الوطني الجزائري للسيدات الذي تعادل بنتيجة 0-0 مع منتخب نيجيريا، المنتخب القوي، المنتخب الذي حطم أحلام السنغلاء. خسارة المنتخب السنغولي مباشرة بهدف تاريخي أسكت علينا السنغلاء وحرمهم من التتويج بعد 76 سنة من الانتظار. الضربة القاضية التي قسمت ظهر السنغلاء بعد مباراة دراماتيكية حسمتها سيدة نيجيريا. هذا المباراة متابعينا الكرام لم تكن ضربة واحدة بل ضربتين على رأس بارون المخدرات الأقجع وضياع ملايير الدولارات في 24 ساعة فقط. ليبيا توجت ببطولة كأس إفريقيا لكرة القدم المصغرة على حساب المغرب، ومنتخب نيجيريا يسكت أبواق المخزن ل5 سنوات أخرى. قبل ما نتكلموا على هذا الخسارة المذلة للسنغولي متابعينا الكرام، كاين واحد المشجعة من جماعة الزريبستان، مشجعة مغربية، هذه راحت مغربية قالت لك بالتوني ديال المغرب تشجع نيجيريا وتدين نزع شعار الجامعة من طرف الجزائريين. انقلب السحر على الساحر. هذا المشجعة مشات وقالت لهم بكل وقاحة احنا والجزائر خاوة خاوة، وخاوتي خصهم يطيحوا اليوم. نيجيريا دير الواجب والماتش غيتعاود ان شاء الله بربي، ان شاء الله الماتش غيتعاود تاع النهائي هدايا. وانا متاكد بانه فوزي لقجا والتحركات تاعو رانا قلنا لكم احنا ما وراناش نستشفاو، احنا فقط رانا نردوا لهم الصاعين، لانه اللي استشفى فينا البارح يجي اليوم ويندم. احنا لحمنا مر كما قال عمي تبون، وهذا بسيط فقط. وراني حطيت لك حتى بلاضات والتاريخ والقناه، يعني تدخل تتاكد من صحه المعلومه رانا مديتها لك. بالنسبه لفوزي لقجع متابعينا الكرام والحشوه اللي تحشتها له البارح، اكبر حشوه تحشتها له فوزي لقجع بعد المباراه وبعد نهايه المباراه. فوزي لقجع كان طالع هابط مسكين وكان يندب على حظه، وكان طالع هابط بين الحكام ولجنه التحكيم وبين رئيس الاتحاديه الافريقيه لكره القدم اللي قال له انت وعدتني باش نكسب البطوله، لان البارح الحكمه حرمت بغلات الاطلس من ضربة جزاء كما يقول هو وكما يقول الإعلام المغربي. قال لك احنا جاو لبلادنا وخشونا الخازوق وحرمونا من كأس إفريقيا وحرمونا من ضربة جزاء في بلادنا. وبعد الخسارة لقجع لا زال في كواليسه مع حكام المباريات ويندب حظه ويندب لماذا وقع ودخل فيه الخازوق. وبالتالي لقجع سوف يفوز بجائزة لطالما فاز بها ولطالما كان أحسن طبعا تريتور في العالم. ألف مبروك فوزي لقجع، ألف مبروك للشعب المغربي خسارة الملايير، وألف مبروك لقجع جائزة أفضل تريتور في العالم. مبروك عليك، دائما ما تدي الشعر ودائما ما تدي طبعا الخازوق وراء خازوق. دائما ما تتعلمش من الاخطاء تاعك، باللي الاتحاد الافريقي والكاف وموتسيبي لن يفضلك على الافارقه. الف مبروك عليكم وشكرا للمتابعين.